السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا سؤلنا واقض لنا حوائجنا على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، الأوامر والنواهي في القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، سأقرأ عليكم الأوامر والنواهي التي وردت في القرآن الكريم، فاستمعوا إليها جيدا، فإنكم لم تسمعوا ولن تسمعوا بأجمل من هذه الأوامر والنواهي والأخلاق. يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الذين يعملون الصالحات برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، استمعوا إلى الأخلاق في أوامر ونواهي القرآن الكريم، وإليكم هذه الأوامر والنواهي. قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: اعدلوا ولا تعتدوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تمش في الأرض مرحا ولا تصعر خدك للناس واخفض جناحك للمؤمنين واغضض من صوتك واقصد في مشيك وأعرض عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرف ادفع بالتي هي أحسن ادع إلى سبيل ربك بالحكمة لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تنابزوا بالألقاب لا يسخر قوم من قوم ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا اجتنبوا كثيرا من الظن ادخلوا في السلم كافة وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى وأطعموا البائس الفقير ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب
وآتوا اليتامى أموالهم، أنفقوا مما رزقناكم، وقولوا قولا سديدا، وقولوا للناس حسنا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واحفظوا أيمانكم، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، كونوا مع الصادقين، أوفوا بالعقود، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. أسمعتم أيها الإخوة؟ أسمعتم إلى الأخلاق في أوامر ونواهي القرآن الكريم؟ أيها الإخوة الكرام، قرآننا هذا هو منهج الحياة الصالحة، اجعلوه دستور حياتكم حتى تفوزوا في الدنيا والآخرة. يا رب يا رب، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن الكريم حجة لنا، ولا تجعله حجة علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وعظم وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.